السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، فيديو جديد النهاردة، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حاجة ما بتخشش الطبعات شوية، بس دي مشكلة بتواجه ناس كتير قوي، وهي لو أنت معاك فلاشة بتحطها في الكمبيوتر بتاعك أو في اللابتوب بتاعك، بتعمل صوت بس ما بتشوفهاش أو ما بتقراش بمعنى أصح على الكمبيوتر بتاعك أو على اللابتوب بتاعك. إن شاء الله في الفيديو ده هعلمك إزاي تحل المشكلة دي بكل سهولة، وخلال خطوات بسيطة جدا هتعملها وأنت قاعد في مكانك من غير اي برامج ومن غير اي حاجه. ان شاء الله في الفيديو ده هيكون مهم جدا، ما تروحش في حته تانية واستناني بعد الانترو. اهلا بكم من جديد، رجعت لكم بعد الانترو. واول حاجه ان انا هحط الفلاشه في اللابتوب بتاعي او في الكمبيوتر بتاعي، وزي ما انتوا سمعتوا حضراتكم كده احنا سمعنا صوت الفلاشه، كده احنا سمعنا صوت الفلاشه هيت ان هي اتحطت في الكمبيوتر بتاعي او في اللابتوب بتاعي. نبدا ان احنا نفتح الماي كمبيوتر عندنا، هنلاقي زي ما انتوا شايفين حضراتكم الفلاشه مش قاريه. طيب هنجرب تاني ان احنا نشيل الفلاشه، سمعنا صوت ان الفلاشه اتشالت. هنحط الفلاشه مره تانيه، سمعنا صوت ان الفلاشه اتحطت، ولكن الفلاشه ما بتظهرش معايا او ما فيش اي تغير بيحصل معايا على الكمبيوتر بتاعي ان هو بيقرا الفلاشه او ما بيقراش الفلاشه. طيب في الحاله ديت ان انا هقف على ماي كمبيوتر كده وهعمل كليك يمين وهختار مانجمنت، هيبدا يفتح لي صفحه المانجمنت ديفايس. هنتظر ثواني، هي بتاخد بعض الوقت لحد ما بتظهر. زي ما انتم شايفين حضراتكم ديت صفحه الكمبيوتر مانجمنت. هبدا ان انا اختار ديسك مانجمنت، وهيبدا ان هو يظهر لي البارتيشنات والفلاشات اللي بتبقى موجوده او اي حاجه انت موصلها باللاب، هارد خارجي او الى ما ذلك. وان الفلاشه ظاهره معايا هنا اهيت، زي ما انتم شايفين حضراتكم ان الفلاشه ظاهره معايا هنا. هاجي احاول ان انا اعمل لها فورمات او اعمل اي حاجه فيها، هتبدا. طيب ان انا هحاول ان انا اعمل لها فورمات اهوت، هبدا ان انا اختار كده واقول له اوكي. هيقول لي فورماتنج فورمول، اقول له ماشي. هيقول لي ان انت بالفعل متاكد ان انت عايز تعمل فورمات للفلاشه ولا عايز تكنسل؟ لا، هقول له كمل ومعاك. هيقول لي هنا ان انا مش قادر اوصل للملف بتاع الفلاشه. طيب في الحاله ديت ان انا هعمل ايه بقى؟ في الحاله ديت حضرتك هتعمل الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي قدامك وتتابعني فيها. اول حاجه هتروح على مربع السيرش ده كده لو انت على ويندوز 10، وهتكتب سي ام دي، هتكتب سي ام دي، هيظهر لك الكوماند ديت، هتضغط عليها كليك يمين وهتعمل ران از ادمنستريتور، ران از ادمنستريتور. بعد كده هتقول له يس، وبعد الخطوه اللي بعد كده هتبدا تظهر لك الشاشه ديت. بعد ما تظهر الشاشه ديت هتبدا تكتب هنا في المكان اللي فيه الشرطه ديت، هتكتب ديسك، خد بالك اللغه تبقى انجليزي، وتكتب ديسك بارت وتضغط انتر. هيبدا يظهر لك شويه كلام كده ملناش دعوه بيه، ما تشغلش بالك بيه. هتدخل على الخطوه اللي بعد كده وهتكتب ليست ديسك. بعد ما تضغط ليست ديسك هيختار لك البارتيشنات اللي موجوده عندك. وخد بالك وركز جدا في النقطه دي، عندك الديسك زيرو ديت اللي هو الهارد بتاعك، الديسك زيرو ديت اللي هو الهارد بتاعك، وهتلاقيه جيجته عاليه يعني 119 جيجا، 119 جيجا. الديسك 1 ديت 7680 اللي هم 8 جيجا. فانا هعمل ايه؟ هختار سيلكت ديسك 1 اللي هو اختار لي الديسك 1 اللي هو الفلاشه بتاعتي، وبعد كده هضغط انتر. هيقول لي ديسك 1 is now the selected disk، يعني الديسك رقم 1 هو الديسك اللي انت مختاره. هبدأ بعد كده هعمل كلين، بعد كده هعمل ايه؟ هعمل كلين وهضغط انتر. كده هو عمل لي كلين للديسك
بتاعي او للفلاشه بتاعتي. وزي ما انتم شايفين حضراتكم بدات تظهر الفلاشه مره تانية اهيت تحت. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هكتب له convert GPT وهضغط انتر. هيقول لي برضو ان هو سكسفول، ان هو عمل الخطوه دي بنجاح. بعد كده مره تانية هقول له كلين، نضف لي تاني الفلاشه، واقول له واضغط انتر. هيبدا ان هو ينظف معايا الفلاشه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. هكتب له كرييت بارتيشن برايمري كده واضغط انتر مره تانية. هيقول لي ايه؟ هيقول لي كرييتنج، يعني تم بنجاح. سكسس برضو ان انت عملت الكرييت للبارتيشن بنجاح. هعمل ايه تاني بقى؟ هكتب له سيلكت بارتيشن 1، يعني اختار لي البارتيشن اللي انت كريته من شويه، او اختار لي البارتيشن اللي انت لسه عامله من شويه، وهضغط انتر. دلوقتي قال لي ايه؟ قال لي بارتيشن 1 is now the selected partition، يعني البارتيشن الاولاني هو البارتيشن اللي متاكتف حاليا. طيب هعمل له ايه دلوقتي؟ يبقى بعد كده الخطوه اللي بعد كده هعمل له اكتيفيت او اكتف. تمام كده، هعمل له اكتف واقول له انتر. يقول لي ايه؟ ديسك بارت ماركت ذا كارنت بارتيشن از اكتف. يعني هعمل له فورمات من خلال السي ام دي. هيبقى هكتب له فورمات اف اس بتساوي فات 32 كويك، واقول له انتر. قال لي ايه؟ قال لي 0% كومبليت، وبعد كده 100% اهوت جاب لي 100%، يعني التقدم 100% بيرسنت كومبليت اهوت، وديسك بارت سكسفول فورماتد ذا فوليوم. اخر حاجه هعمل اكزيت. هقول له ايه؟ اخرج بقى. خلاص كده هو ليفنج اهوت، خلاص خرج. هقفل ديت وهبدا ان انا اروح على مره تانية. هبدا ان انا افتح المانجمنت بتاعه الكمبيوتر. هختار مانج، وهختار بعد مانج هتنتظر ثواني لحد ما تفتح معاك، وبعد كده هتختار ديسك مانجمنت، وهتنزل بقى ايه؟ هتلاقي الفلاشه موجوده تحت. هو ثواني بس، بينتظر ثواني لما بيحمل. كده البارتيشن اتكريت اهوت، وعمل لي هيلث واكتيفيت وبرايمري بارتيشن. هبدا ان انا اعمل بقى ايه؟ فورمات من جوه كده. هعمل له فورمات ونشوف الخطوه ديت هتنفع معانا المره دي ولا لا. ادينا عملت فورمات اهوت. هقول له يس، وهقول له اوكي، مره ثانيه. هيبدا ان هو يفرمت لي الفلاشه، وهتبدا ان شاء الله الفلاشه تشتغل معايا بدون اي مشاكل. كده الفلاشه اتفرمتت اهيت، وعمل لي فورماتنج اهيت. وكده هنقفل المانجمنت ديت اهوت. خلاص، ومبروك عليك، الفلاشه اهيت ظهرت عليه معانا اهيت. الفلاشه اهيت، هنشيل الفلاشه زي ما انتم شايفين، الفلاشه اختفت. هنحط الفلاشه مره ثانيه. هنحط الفلاشه مره ثانيه اهو. هننتظر ثواني، والفلاشه ظهرت معايا اهيت، ما فيهاش اي مشاكل، وهتشتغل معاك زي الفل ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تدعموا القناه باللايك والاشتراك، وتشيروا الفيديو في كل مكان عشان اللي كله يستفيد ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.